السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة سهلة مهلة من الوصفات السريعة. خذي جوج حبات ديال البطاطا وتبعيني نقول لك شنو ديري بهم. اول حاجه كديريها هي انك كتقشريهم وتغسليهم، ومن بعد كتشدي هذيك البطاطا كدوزيها في الحكاكه، يعني كتخرج هكا من ديك الحكاكه اللي عندها العيون واسعين، كتخرج هكا جوليان، يعني ما تكونش مطحونه بزاف. على هذا الشكل هذا راه معروفه باش كنصايبوا في المغرب، يعني كنصايبوا المعقوده. كنضيف واحد 40 مليلتر ديال الماء، يعني ما تعصريهاش، ما تحيديش منها الماء هذه، خلي الماء ديالها وزيدي واحد 40 مليلتر ديال الماء. هنا كنبقى نضيف الطحين، غادي نضيف الطحين يعني الفورس او الابيض، غادي نزيد واحد رشيشه تاع زيت البلديه. هنا ضروري كنستعملوا زيت الزيتون او زيت البلديه، حنا كنقول لها زيت العود او زيت البلديه، وهي راه زيت الزيتون. هنا البقره ديالي فيها الملحه، يعني واحد رشيشه ديال الملحه، غادي ندير واحد رشيشه ديال البزار او الفلفل الاسود، ها هو يعني كيقدم راسو لكم. صافي هنا كنبدا نخلط، كنشوف الخليط واش محتاج نضيف ليه الدقيق. هنا غادي نزيد شويه تاع البارميجانو او البارميزان، الجبن المبشور. شوفوا نتوما الاجبان اللي كاين عندكم، واش كاين هذا البارميزان ولا كاين الغرانا بادانو. راهم يعني في ايطاليا كيتباعوا هاد الاجبان اللي كيكونوا ناشفين شويه، كيكونوا محكوكين وكتحكيها انت هكذا هذا الفرماج. المهم هنا بقيت كنضيف الدقيق حتى كيولي كيتعجن ليا بهذا الشكل، يعني ما كيبقاش الماء، كيبقاوش السوائل باينين. صافي كيتشربوا هذاك الدقيق، ما تبقيش تزيدي بزاف باش ما يدقصش هادشي، باش ما يوليش قاصح. هنا كتاخدي واحد الطاوه او اللاطه كديري فيها شويه تاع الزيت، ديما انا كنستعمل غير زيت البلديه او زيت الزيتون، وكنستف فوق منها على شكل يعني ورقه رقيقه، ما كان يعني ما كنحطش بزاف. هاد البطاطا ديالي كيف ما كتشوفوا كنستفها فوق الطاوه على شكل رقيق، ما تكونش غليظه بزاف. كنضيف عليها من الفوق مازال الجبن المبشور، ومن بعد غادي نضيف شويه تاع الزيت البلديه من الفوق وندخلها للفران تحمر. كتجي مقرمشه من برا ورطيطبه من الداخل بحال المعقوده، وصحيه بزاف للدراري الصغار. كتكال بارده، يعني كتخليها حتى كتبرد عاد كتقطعيها، كتجي خطيره. يعني شي حاجه بديل وشي حاجه جديده للبطاطا بطريقه سريعه. يعني هذه الخدمه ديال الزربه، هانتوما كيف كتشوفوا فاش خرجت من الفران كتكون محمره بهذا الشكل. هذه دخلتها على فران يعني مسخن مسبقا على 180 درجه، بقات تما تقريبا واحد 20 دقيقه. صافي خرجت هكا محمره ومقرمشه ولذيذه، والبنه ديال الفرماج وزيت البلديه او زيت الزيتون، البطاطا والدقيق، هادشي اللي فيها، ما فيهاش شي يعني مكونات كثيره، وكتجي لذيذه وكتقدم للدراري الصغار يعني وحتى الناس الكبار بالصحه والراحه. يعني كتجي مرافقه يعني الطبق الرئيسي، ولات تكال حتى في الكاسكروط على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم يعني تبقاو من الداعمين لهذه القناه وتشجعونا اننا ننزلوا فيديوهات جديده. والى فيديو قادم ان شاء الله، خليت لكم الراحه.